عندنا 4 منتخبات عربية تشارك، ومنهم 2 طبعا من ضمن 5 منتخبات أفريقية. هبتدي بالعربي. عندي من شمال أفريقيا عندي تونس والمغرب، ومن الخليج العربي عندي المملكة العربية السعودية وقطر البلد اللي بتستضيف البطولة. شايف ازاي مستويات ال4 منتخبات دول، وهل تتوقع ان في منتخب منهم يقدر يروح لبعيد، يقدر ينافس، يقدر يتأهل على الأقل عن مجموعته، ولا شايف ان الدنيا صعبة؟ لا، انا شايف انها صعبه، بس انا شايف تيم المغرب عنده حظوظ. يعني هو اكتر تيم في الفرق الاربعه. أيوة. عنده حظوظ انه ممكن يتخطى دور المجموعات، الستيج جروب. انما بقيه الفرق ممكن تأدي اداء كويس في ماتش في ماتشين، انما النتائج لا، هتبقى صعبه شويه، لانه بالرغم من ان الحضور الجماهيري ممكن يفرق كتير المفروض انه يفرق كتير مع الفرق العربيه. يعني السعوديه طبعا اكيد، السعوديه قطر والسعوديه نص ساعه طبعا. فجمهور، نسبه الجمهور السعودي هيبقى كتير جدا. ايوه، وقطر في قطر بالظبط. انما بتاعتهم الجمهور ده عامل خارجي. ايوه، عامل خارجي غير مؤثر. اللي هيأثر هو العامل الداخلي، اللي هو اللعيب نفسه، التحكيم، الفار. كل دي هتبقى عوامل مؤثره داخليه، لكن احنا الجمهور ما هلوش عليها. على مستوى اللاعبين وبالذات افريقيا، يعني خلينا نتكلم على مستوى اللاعبين العرب الافارقه. في ال5 6 سنين اللي فاتوا كابتن مجدي حصلت طفره، حصلت نقله. اكيد طبعا. يعني انت بتتكلم على انه تقريبا في كل المراكز، المهاجمين والاجنحه والمدافعين يعني عندي اشرف حكيمي، صلاح طبعا نجم، واحد من اهم نجوم الكره العربيه في اوروبا، اشرف حكيمي، حكيم زياش، رياض محرز، ياسين بوفال. يعني في النهارده عندنا لعيبه على سكيل العالمي. ليه المنتخبات ما تقدرش تعمل، يعني ليه المنتخبات ما تقدرش تعمل النقله دي؟ بتتكلم في الاخر عن واحد. ايوه، ما بتتكلمش عن جروب، ما بتتكلمش عن 4 5 في التيم. ايوه، عشان يطيروا التيم يشيلوه. بتتكلم عن واحد. الواحد ده لازم اللي حواليه يكونوا بيجاروه. تمام، لازم يكونوا مقربين منه. ايوه. فانما واحد في وادي وبقيه التيم في وادي اقل شويه، لا انما لو قلنا 3 4 لا خلاص كده، احنا لو اتكلمنا ان كل خط فيه حد هتفرق اكتر. كده انا افهم من كلام كابتن مجدي انه اذا ما كانش يراهن على المنتخبات العربيه فممكن يراهن على المنتخبات الافريقيه، لانه اذا كان بيقول 3 4 فانت عندك منتخب مثلا زي السنغال، لا في 5 6 تقال، في منتخب عيار تقيل. هل ممكن منتخب افريقي يعمل مفاجاه بستناها من سنين، وشفت اجيال كتير جدا في يعني جيل يايا توريه ودروجبا في كوت ديفوار كان يستحق انه يروح لبعيد، جيل السنغال حاج جوف كان يستحق انه يروح لبعيد.